ازيك يا صديقي؟ بص، انا كنت نزلت بوست و... وكتبت فيه ان الجروب بتاع عيلة المدفع او الجروب الرسمي لعيلة المدفع دكتور ممدوح نصر الله. ده كان او اصبح الجروب القديم، لان هو يعني عمل جروب قريب، او عملنا كلنا برضو نفس التيم، الناس الادمنز اللي كانت موجودة في الجروب ده، او يعني خلينا نتكلم بطريقة واضحة، خلينا نتكلم عن جروب اللي بقى اسمه هبدة مرتدة. الجروب ده كان الاول باسم عيلة المدفع، العيلة الرسمية او الجروب الرسمي لعيلة المدفع. وكان موجود الدك، وكنا كل التيم الادمنز كلنا، مش يعني مفيش حد ناقص. وفجأة هو يعني من كتر البان من كتر المشاكل اللي حصلت في الجروب ويعني اتقدم فيه بلاغات كتير، وكان فيه مشاكل كتير، وكان الجروب هي يعني خلاص هيضيع. فالدكتور فكر ان احنا نعمل جروب جديد وسماه رابطة ابناء مشجعي الانتاج الحربي، بين قوسين كده ابناء مختار. والجروب ده احنا برضو عملناه، هو كان صاحب الفكرة واحنا عملناه وشغالين عليه، وان شاء الله الجروب بيكبر. والدك معانا هناك ودايما متواجد يعني بخواطره وبالبوستات بتاعته بكل حاجه. يعني هو الدك زي ما انت بتشوفه على يوتيوب موجود معانا في الجروب الجديد. فانا لقيت الموضوع يعني كده، الجروب ده فيه عدد لا بأس بيه، 66 ألف أخ وأخت معانا في الجروب. فأنا استأذنت يعني من الأدمنز إن أنا هاخد الجروب ده لي، أنا هغير اسمه حتى عشان الناس كمان، لأن إحنا لاحظنا إن الفترة اللي فاتت برضو كان في ناس لا زالت إن هي بتدخل الجروب على أساس إن هو الجروب الحالي للدك ممدوح نصر الله، مع العلم إن تم التمويه أكتر من مرة في الجروب وخارج الجروب، والدكتور اكيد اتكلم عنه، حتى لو كان على سبيل ان هو نزل منشورات باللينك بتاع الجروب الجديد. ولكن برضو لاحظنا ان في ناس كتير جوه بتدخل. فعشان كده انا فكرت في الفكره دي واستاذنت من كل الادمنز ان انا هغير اسم الجروب وهسميه باسم هبده مرتده على اسم الصفحه بتاعتي. نسيت اقول لك كمان، انت لو كنت متابعني او لو كنت تعرفني، فالصفحه اللي انا كنت عاملها باسم هبده مرتده حصل لها حظر وحصل لها شويه مشاكل، فاضطريت ان انا يعني اوقفها لفتره، وعملت صفحه جديده بديله بنفس الاسم بنفس المحتوى بنفس كل حاجه، يعني مش هتحس ان في اختلاف. بس لسه الصفحه طبعا ما يعني، احنا يا دوب وصلنا النهارده 100 متابع، فاتمنى ان انت تعمل لي متابعه في الصفحه دي. انا هنزل لك طبعا اللينك بتاعها ده، بجانب كمان ان انا يعني ايه يعني انا برضو في ناس كتير تعرف عني ان انا ايه كنت بحب كده. بص يعني انا يعني مش عايز اتكلم ان انا بقول ان انا ليا في صناعه المحتوى، ولكن انا يعني حابب الموضوع. اي نعم انا ما حققتش اي نجاح يذكر في المجال، ولكن انا حابب الموضوع ولسه عندي زخم ان انا لسه استمر، حتى لو كان يعني تقدر تقول ان انا بقالي 5 سنين ما عملتش حاجه. انت فاهم ازاي؟ كل سنه بنزل 5 6 فيديوهات. فانا يعني على الله المره دي ان انا استمر، لان انا دي بدايه كل موسم. يعني كل موسم هتلاقيني ان انا ببتدي انزل كام فيديو بقى على كام بوست على ما اعرفش ايه. بص اللي هو ايه، نشيط بقى في بدايه الموسم، وبعد كده ايه ما تعرفش اللي يحصل. فاتمنى ان احنا نستمر مع بعض السنه دي، واتمنى ان احنا ايه نتكلم مع بعض كتير. هنحاول ان احنا ايه نقدم حاجات يعني في الجروب علشان نفضل مع بعض، وعلشان يبقى فيه هدف من الجروب بالفعل. يعني ما تبقاش ان انت يعني عارف اللي هو ايه، انا بحس احيانا الجروب ده بيبقى مكفول على الناس اللي فيه، ما بيتكلموش مع بعض، تحس ان هم ايه، بص هو يا دوب بس بوست يثير الجدل، ناس تتخانق مع بعض. لكن احنا عايزين يبقى في حاجات بيننا وبين بعض عشان يبقى في هدف، يعني هدف قيم من الجروب. كمان كنت عايز اقول في حكايه صناعه المحتوى، ان انا كنت معروف عني من وسط اصحابي اللي يعرفوني في قصه السوشيال ميديا دي، ان انا من موقعي لما بكون مثلا ادمن لجروب دوك على مدار السنين الطويله اللي فاتت، لان انا اول واحد كنت ادمن لجروبات الدوك، اول واحد عملت جروب. وكان في ثقه كبيره جو من الدكتور ممدوح نصر الله فيا الحمد لله، وقدرت ان انا يعني انظم القصه دي من بدايتها. واكيد في ناس ممكن تكون عارفه ده. فكان معروف عني ساعتها ان انا بحاول ان انا اقف مع كل الناس اللي هي بتعمل محتوى، سواء بتصور فيديوهات او بتنزل مقالات او بتنزل بوست على سبيل الكوميديا حتى على الفيسبوك.
كنت بحاول ان انا اقبل يعني عارف كل البوستات او كل الفيديوهات او كل حلقات الفيديوهات الناس اللي عاملاها. وفي ناس بدأ بسلاسل، وفي ناس الحمد لله يعني انا شايف ان انا زي ما كان ليا بصمة ان انا يكون اول واحد ينشئ جروبات للدكتور ممدوح نصر الله، ولا زلت الحمد لله معاه مكمل في السنين دي كلها. يعني يكفي اقول لك ان انا عملت الجروب ولميت فيه ناس، وبعد كده قلت للدك يا دك انا عملت جروب كذا 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 كذا، ايه رايك تبقى معايا؟ فالراجل كان معايا، والحمد لله علاقتنا كويسه قوي في خلال او في اطار الفيسبوك. فكنت بحاول ان انا ايه اكون داعم لكل الناس اللي بتبتدي، المفروض ان هم كانوا بيبتدوا معايا برضو. يعني انا على مدار ال5 سنين دول في ناس كتير جوه ابتدت معايا وابتدت بعدي وعدت ما شاء الله، يعني فاهم. هو ده يعني ده الحمد لله، يعني هو بيكون قبول. انت لو يعني بص هو يعني قبول والحمد لله يعني. فانا مش زعلان من القصه دي خالص يعني فاهم، بالعكس انا ببقى فرحان لكل الناس دي. ولذلك تلاقيني دايما ايه اول ما الاقي حد يعني انا بحس ان في حاجه كده للمستقبل وان شاء الله ربنا يكرمه، سبحان الله بتحس ان انت ايه عايز تقف معاه باي شكل. فكنت بقبل بوستات دايما وفيديوهات والكلام ده كله، وكمان بشوفها. فانا بعلن من خلال الجروب اللي هيبقى بتاعنا احنا دلوقتي مع بعض، اسره هبده مرتده مع بعض، بعلن ان انا يعني بص بسيب لك الفرصه. بص يا صديقي اعمل اللي انت عايزه في اطار محترم. يعني لو كان محتوى، طبعا انا بتكلم عن محتوى رياضي بس، ولكن يكون في يعني في اطار محترم.